وعلى كل حال حنقول البريمة فيكم يعرضني وشد ويضرب لي على الطيار الضريب من عائلتي واللي من غير عائلتي. السلام عليكم الناس الكل ومرحبا بكم في استي زون. اليوم باش نحكي على ماتش الترجي الرياضي التونسي والملعب التونسي، واللي الترجي خرج بانتصار مهم بنتيجة 1-0 من هدف من حسام القا. نبدو بالتشكيل تشكيلة اليوم اللي كانت شوية مفاجآت. في حراسة المرمى شفنا امان الله مميش، اختيار خاص اليوم. على اليمين محمد الدراجر اللي صراحة رجع فورمة كبيرة وعمل مباراة ممتازة دفاعيا وهجوميا. على اليسار كالعادة بن حميدة. محور الدفاع محمد امين توقاي وحمزة جلاسي اللي أدوا أداء ممتاز حتى هم. في وسط الميدان شفنا حسام الطقاء اللي عمل مباراة ممتازة سواء من تحركات وضغط، واللي جاء منها هدف الفوز طبعا، مع معز الحاج علي وشهاب الجبالي. في الهجوم ديارا على اليسار، يان ساس البرازيلي على اليمين، ودياكي تيكا راس حربة. نحكوا تو على التحليل. مباراة كانت بدت بنسق باهي من الترجي، ضغط عالي ومحاولات واضحة للتسجيل. الهدف جاء بعد لقطة تكتيكية ممتازة، كرة كانت بدات من الجهة اليمين عن من يانساس، عمل حركة ذكية وجري مع المدافعين. دراجر طلع في التوقيت الصحيح وأعطيه حلول في نفس اللحظة. حسام الطقاء بتمركز بذكاء كبير بالمدافعين، دخل من الخط الثاني وحتى على يمين الحارس نور الدين الفرحاتي بكل دقة. تمركز الطقاء كان مثالي، قراءة ممتازة للقطة وإنهاء رائع. شفنا زاد لقطة يانساس اللي كان ينجم يضاعف بها النتيجة، اللي ضرب فيها القائم في لقطة اختيرة. وزاد لقطة ديارا اللي كانت ممتازة، السرعة بامتياز، اللي ضرب القائم اللي تصدى من الحارس وبعدين ضربت القائم. قبل نهاية الشوط الأول شفنا تعرض ينساس الإصابة ودخل في مكان كسيل أبو عالية اللي صراحة أدى مباراة ممتازة سواء في التغطية الدفاعية ولا في المساندة الهجومية، أعطيه توازن كبير على الجهة اليمين. في الشوط الثاني شفنا الترجي التونسي اللي يعرف ديما كيفاش يسير الماتش. صحيح الاستحواذ كان أكثر الملعب التونسي تقريبا 67%، أما الترجي كان منظم ومركز أكثر. الخطة التكتيكية كانت بدلت من 4-3-3 ل 5-3-2، اللي الفريق رجع شوي للتالي وسكر المساحات وعرف كيفاش يسير الماتش أكثر. دخول دانوك في مكان دياكيتي كان اختيار تكتيكي واضح للكونتراتاك، خاصة انه دانو اسرع وينجم يضرب في المساحات. اشرف الجبري تقريبا ما شفناش برشا في اليوم. حمزة رفيعة عمل ماتش عادي، خاصة انه الفريق في الشوط الثاني ركز اكثر على الدفاع والتنظيم. نقطة مهمة اليوم اللي هي أداء محمد الدراجر، اللي كان يكمل بالأداء هذا النجم ويتهنوا أكثر على الشير اليمين على الظهير الأيمن. الروح الجماعية اللي كانت ممتازة اللي شفناها في الفريق. الترجي يعرف يسير الماتش ويعرف يربح، وهذا مؤشر باهي للفريق. المباراة هذه كان آخر مباراة للمدرب المؤقت كريستيان براكونيه، اللي لازم نوجه له تحية. شد الفريق في فترة صعيبة ونجم إنه يعطي توازن للفريق. بعد حل الإشكال مع المدرب الفرنسي باتريس بومير، رسميا تم التعاقد معه لمدة عام ونص حتى لجوان 2027. المرحلة الجاية باش تكون مهمة ياسر، والجماهير تستنى في استقرار ونتائج أكبر. المجمل انتصار مهم، أداء تكتيكي ذكي، وثلاث نقاط يفرحوا جماهير ياسر. نستنى رايكم في الكومنتات، شنو رايكم في مردود الفريق وشكون أحسن لاعب في الماتش. شوفوكم في الفيديو جاي إن شاء الله، وسلام.